مواجهه ناريه بين الاهلي وبيراميدز، ويا ترى مين اللي هيخش دوري الابطال ومين اللي هيكمل يجري ورا الزمالك قبل ما ياخد الدوري الرسمي. وده عنوان ماتش اللي هيبقى الناس بص الجماهير المصريه كلها مستنياه. وقبل ما نتكلم عن غيابات الاهلي غيابات الزمالك تشكيل متوقع كل حاجه لها علاقه بالماتش ده، اكتب تحت في الكومنت توقعاتك ايه للماتش. مش طبعا شايف القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا على طول دوس لايك كده وشغل الدنيا ونخش على طول في تفاصيل الفيديو الناري. بعد ما الزمالك كسب بيراميدز ب 1-0 في الدقيقه حاجه و80 بشيكو بنزا اللي نزل ربع ساعه خرب الدنيا وجري وخلى الاهلي وبيراميدز بيجروا وراه، والله اعلم هيجيبوه ولا لا. بعد انتهاء المباراه العملاقه بين الزمالك وبيراميدز ما فيهاش اي كوره في الشوط الاول والثاني، بس اخر ربع ساعه جريت وكله بقى يجري ورا الكوره بعد ما الزمالك جاب الجون. وكل الناس توقعت ان بزيره جاب، يعني كل الناس توقعت ان اخوان بزيره هيتالق، وفعلا تالق في الماتش. وطبعا حسام عبد المجيد من احد المتالقين، محمد شحاته صحفيه الزمالك كان قوي جدا في الماتش ده وتالقوا. بيراميدز تقريبا ما جاش غير كره واحده بتاعت زلاكه اللي عملها بالراحه ومسكها مهدي سليمان. نخش بقى على المباراه الثانيه اللي هتحدد مصير الدوري، مباراه الاهلي وبيراميدز. الاثنين في المركز الثاني والثالث وبتنافسوا على بطاقه دخول دوري الابطال في مواجهه مباشره، والاثنين بنقاط 44 نقطه. طب واحد يقول لي طب انت يعني ايه الماتش ده مهم؟ الماتش ده مهم جدا، حتى لو الزمالك فرق 5 نقاط، حتى لو الزمالك فرق 5 نقاط، لان الاهلي السيناريو بتاع لو الاهلي كسب بيراميدز فهيبقى فرق الخمسه، فالاهلي لو كسب الزمالك هيبقى فرق نقطتين وهيبقى ناقص ماتشين. اي تعثر للزمالك شكرا الاهلي خد الدوري، مفيش تعثر للزمالك الزمالك ياخد الدوري، هيبقى كل حاجه في ايد الزمالك. بس الاهلي مطالب يكسب بالاربع ماتشات الجايين كلهم، وبيراميدز مطالب ان هو يكسب الاربع ماتشات الجايين كلهم. بس الفرق بين الاهلي وبيراميدز ان الاهلي مريح بقاله تقريبا 15 يوم وبيراميدز مريح بقاله 3 ايام. ده غير كده كمان ان بيراميدز عنده غيابات تقريبا في التشكيله الاساسيه كلها. بيراميدز عنده 6 غيابات قصاد الاهلي وكلهم اغلبهم في التشكيله الاساسيه. عندك اسامه جلال بسبب الاصابه، ومروان حمدي واحمد سامي بسبب الايقاف، وعندنا قطه اللي اتصاب في ماتش الزمالك، ومحمد حمدي اللي اتصاب مع المنتخب صليبي، ومصطفى فتحي اللي اتصاب في التركوه في ماتش ودي. دول كلهم لعيبه بيلعبوا في التشكيله الاساسيه لبيراميدز. والاهلي عنده برضه 6 غيابات، بس عندهم حسين الشحات ومحمد الشناوي عشان الايقاف، وعندنا كاموش المهاجم العملاق اللي مش موجود، وسيحه لاسباب فنيه، والاصابه عندنا كريم فؤاد ويوسف بالعمري اللي هيبقى فيه مشكله فيه، هل هيلعب بكوكا ولا هيلعب بشكري؟ والاثنين شاركوا في المباراه الوديه. واكتبوا تحت في الكومنت شايف مين اللي اوفى يلعب. طبعا يستروب بنسبه 90% هيروح لكوكا لان هو اللي كان بيلعبه قبل ما يلعب يوسف بالعمري. فالاهلي مش هيلاقي فرصه احسن من دي انه يكسب بيراميدز بكل الغيابات اللي عند بيراميدز. دي نقطه. النقطه الثانيه، بيراميدز لسه لاعب ماتش ضد الزمالك من قيمه 3 4 ايام في اجهاد، الاهلي مريح. دي كلها حاجات لازم الاهلي يحطها في الحسبان. اللي اكتر الجمهور الاهلي هيبقى بص مخلي الاستاد كله احمر، بيراميدز جمهوره قليل او بيراميدز ما عندوش جمهور. فدي كلها حاجات تفوق ميزه الاهلي عن بيراميدز اللي كسب الاهلي في الدور الاول 2-0 على ايد ريبيرو اللي بوظ الفرقه خالص. اكتب تحت في الكومنت شايف توقعاتك ايه للماتش. كل الاتجاهات بتقول ان بيراميدز اقل حظا من الاهلي في ماتش بكره. اكتب تحت في الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز، اكتب تحت في الكومنت مين اللي هيكسب الاهلي ولا بيراميدز والنتيجه كام. شارك القناه وفعل زر الجرس. سلام.